السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة وصفات وطبخ هبة وفيديو جديد. كنتمنى يلقاكم وانتم في أحسن الأحوال، ودائما نبقاو في ضمن الحلويات السهلة والبسيطة. فاليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم هذا الصبلي اللي كيجي رائع وراقي في الشكل ديالو، وحتى في المذاق كيجي لذيذ بزاف. فهاد الصبلي كان دار واحد الضجة كبيرة العام اللي داز، وحتى هذا العام معروف بالصبلي ديال الحصيرة على حسب داك التزيين اللي كيجي هكا في الوجه ديالو. فكان سبق لي شاركت معكم يعني واحد الصابلي بنفس الديزاين، وكان يعني لقى واحد الإقبال كبير. فحتى اليوم إن شاء الله غادي نشاركه معكم، ولكن بطريقة مختلفة وبذوق الكراميل. كذلك غادي نشارك معكم طريقة تحضير كراميل منزلي اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف، وكيتقام عليكم رخيص، يعني حسن ما تشريوه جاهز وبثمن غالي. فصراحة كيجي واحد الصابلي اللي رائع كما قلت لكم، والشكل ديالو راقي وبأبسط المكونات. كذلك كيجي ناجح وكيبقى يعني في الحجم ديالو ما كيتقلصش نهائيا. فتابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا المكونات وطريقة التحضير، وكذلك جميع الأسرار باش ينجح معكم، وفرجة ممتعة. فغادي نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج 160 غرام ديال الزبدة تكون في حرارة المطبخ، بيضة، كاس ديال الزيت ما يعادل 150 غرام، كاس ديال السكر كلاصي ما يعادل 110 غرام. غادي نحتاج واحد الكيس من الخميرة ديال الحلوى من وزن 8 غرام، واحد الكيس ديال الفلون بالنكهة ديال الكراميل، والدقيق كيبقى حسب الخليط. دابا ندوزو لطريقة التحضير. هنا غادي ناخد واحد القصرية فاش غادي نخلط. اول حاجه كندير واحد الرشه ديال الملح لتصحيح الذوق، من بعد كنضيفوا ديك الزبده وكنزيدوا عليها داك الكاس ديال السكر كلاصي، وغادي نخلطوهم مزيان حتى يدخل لينا داك السكر مع الزبده. وبالنسبه للزبده اللي استعملت فانا درت هنا المارغرين ديال العبار، صراحه زوينه ورطبه، وكتقام رخيصه على المارغرين ديال الطورق اللي فيها 250 غرام. فالمارغرين ديال الطورق كتكون قاصحه، وحتى في الخدمه غادي تعذبكم. استعملوا ديال العبار كما قلت لكم، ولا الزبده ديال البواطه. صافي من بعد ما خدمت داك السكر قليلا مع الزبده، زدت عليهم داك الكاس ديال الزيت وعاودت خلطت المكونات كلشي جيدا. فكنحاول نحك داك الخليط بيديا مع القصريه كما راه موضح في الفيديو، باش الزبده تخدم مزيان وما تبقاش هكا يعني على شكل حبيبات. من بعد ما خدمتهم مزيان حتى حصلت على خليط كريمي بهذا الشكل، زدت ديك البيضه وغادي نعاود نخدمها كذلك مزيان مع باقي المكونات. فخلطوا الخليط جيدا باش يجيكم الصابلي ناجح، يعني ما خاصش المكونات يبقاو باينين بحال الزبده او السكر، خاصهم يتخدموا مزيان. صافي هنا من بعد ما خدمتهم جيدا، غادي نزيد داك الساشي ديال فلون، وغادي نزيد داك الساشي ديال الخميره، وكنعاود نخلطهم. وبالنسبه للفلون فتقدروا ديروا النكهه اللي بغيتو. وصافي هنا غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه حتى يتجمع ليا العجين. فكما شفتوا يعني العجين نحاولوا ما ندلكوه ما نعجنوه، فقط كنجمعوه غير بالاطراف ديال الاصابع، يعني بحال العجين ديال الصابلي العادي. كنجمعوه غير بالاطراف ديال الاصابع فقط. وكيكون هذا هو القوام ديال العجين بعد ما جمعته. كتجي واحد العجينه اللي رطبه وفي نفس الوقت متماسكه، يعني شاده راسها. بالنسبه للكميه ديال الدقيق فانا استعملت 550 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، اي ما يعادل 5 ديال الكؤوس ونصف. وصافي من بعد كنوضعو في واحد البلاستيك وكنخليه جانبا يرتاح ليه هكاك واحد 15 دقيقه. فانا غادي ندخلو للثلاجه، نوضعو يعني غير لتحت في الثلاجه ماشي في الفريغو، ونخليه يرتاح بين ما حضرنا هنا الكراميل اللي غادي نزينو به الصابلي. فالكراميل غادي نحتاج كاس معامرش ديال السكر كما كتشوفوا ما يعادل 100 غرام، نص كاس ديال الحليب يكون دافي ما يعادل 70 غرام. غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وواحد 15 قطعه ديال الشكلاط الابيض حتى ل 20. المهم الشكلاط كيبقى حسب القوام اللي بغيتو، واش بغيتو يجيكم عاقد ولا خفيف. دابا ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ هنا واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها داك الكاس ديال السكر، ومن بعد غادي نوضع الكاسرونه على النار، على نار اللي تكون مهيله بحال الشمعه، ونخليو السكر ديالنا حتى يبدا يذوب بحال هكا. يعني ما نحركوهش نهائيا حتى نشوفوا هكا الجوانب بداو كيذوبوا. عاد كناخذوا واحد المعلقه ديال الخشب وكنبداو نحركوه بحال هكا. كنبداو نحركوه حتى يذوب لينا تماما، يعني دوك الحبيبات ديال السكر ما يبقاوش باينين. وكنعاود نأكد لكم على النار تكون مهيله، يعني مهيله بحال الشمعه، باش ما يتحرقش لكم الكراميل ويجي فيه المذاق خايب.
فصراحة يعني هو غادي ياخد معاكم شوية ديال الوقت في التحضير، ولكن الصراحة راه كيستاهل حيت كيجي رائع وناجح. هنا من بعد ما داب ليا داك السكر تماما، زدت عليه ديك المعلقة ديال الزبدة، وغادي نعاود نحرك مزيان. الى لاحظتوا هنا الخليط غادي يتبدل يعني القوام ديالو، ولكن غير خلطوا مزيان حتى ديك الزبدة يعني تنسجم مع داك السكر. فغادي تبان لكم ديك الزبدة بحال اللي انعزلت على الكراميل وطلقت هكا بحال يعني ليدام ديالها او ديك المهم الزيت ديالها. فغير خلطوا مزيان غادي ينسجموا، يعني ما غادش تبقى يعني كل حاجة بوحدها. ومن بعد ما غادي نخلطهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضهم، هنا غادي نبدا نضيف الحليب. في هذه المرحله يعني حضيو راسكم وحاولوا انكم تبعدوا الوجه ديالكم باش ما يطرش عليكم يعني داك الوفر، حيت راه كيكون سخون بزاف. الحليب كما قلت لكم يكون دافي باش ما يتحجرش معنا الكراميل، يعني ديروه دافي. وغادي نبدا نضيفو هكا بالتدريج وانا كنخلط ما نتوقفش على التحراك. واخا غادي تحجر معنا شي شويه الكراميل، ولكن غادي يذوب، غير غادي تستمروا في الخلط غادي يذوب. وهنا في الاخير غادي نزيد القطع ديال الشكلاط، فانا ضفت 20 قطعه ديال الشكلاط الابيض. كما قلت لكم الشكلاط كيبقى حسب القوام اللي بغيتو، فبغيتو الكراميل يجيكم خفيف لحسب التزيين ديال الكيك، فغادي ديروا غير واحد 6 حتى 8 القطع ديال الشكلاط الابيض. والا بغيتو تلصقوا او تزينوا به الصابلي او الحلويات، فغادي ديروا من 15 حتى ل 20 قطعه باش يجيكم القوام عاقد. صافي خلطت مزيان حتى دابت ليا ديك الشيكولا مزيان، وطفيت على العافيه يعني حيدته. هنا في هذا المرحله يعني من بعد ما حيدته من النار، فانا طحنته باش المكونات يعني هكا تطحنوا مزيان ويجي لنا واحد اللون اللي موحد وما تبقى فيه حتى حاجه. المهم هنا كيبقى لكم الاختيار طحنوه او صفيوه في الصفاي، وصافي كنوضعوه جانبا يبرد. وهنا غادي نرجعوا للعجين ديالنا من بعد ما ارتاح لينا. كنقسمو بحال هكا النصفين، كنطلقوا النصف الاول والنصف الاخر كنرجعوه في البلاستيك باش ما ينشفش. كناخذ هكا واحد جوج قطع ديال البلاستيك اللي غادي نطلق ما بيناتهم العجين. فصراحه هاد الطريقه اللي كنعتمدها دائما مني نبغي نسرح العجين ديال الصابلي او العجين ديال شي حلوه، صراحه كتسهل الخدمه. صافي غادي نبدا نطلق العجين ديالي بالمساعده ديال الدلاك. وبالنسبة للسمك فأنا غادي نرققو شوية، حيت غادي ندير الصابلي وحدة من فوق وحدة. نتوما إلا كنتو باغيين ديروا كل وحدة بوحدها فغادي تخليو السمك شوية غليظ. ومن بعد ما غادي نطلق العجين غادي ناخد هنا هاد الشبكات ديال البلاستيك، فراهم موجودين في الاسواق خصوصا عند اللي كيبيعوا الريكلام ديال 5 دراهم، يعني موجودين في الوان مختلفه، وكذلك يعني حتى الاحجام راه كاين اللي كبير وكاين اللي صغير بحال هكا. مهم راهم متوفرين، حيت المره الفايته ملي حطيت داك الصابلي كان جاوني بزاف ديال التساؤلات على هاد الشبكه. صافي غير كنوضعوها فوق العجين وكندوزو عليها بالدلاك وكيخرج داك الشكل ديالها او دوك المربعات، يعني هكا كيتراصاو في العجين كيجي الشكل ديالها صراحه زوين بزاف. وصافي غادي ناخد القطعه كديروا الحجم اللي بغيتو. انا غادي ندير الشكل دائري، خديت هنا القطعه اللي الحجم ديالها متوسط، يعني ما كبيره بزاف ما صغيره، وكنقطع العجين ديالي. ومن بعد كنهزو وكنوضعو في اللاطه. فكما شفتوا يعني منين كنفرشوا هكا البلاستيكات تحت من العجين، فمنين كنجيو نهزوه كيتهز معنا بكل سهوله وما كيتهرش. وهنا غادي ناخد واحد القطعه دائريه اللي كل الحجم ديالها صغر من القطعه اللي قطعت بها في الاول، وغادي نقطع بها في الوسط بحال هكا باش نحصل على ديك الدائره اللي كتجي في الوسط. ففي هذيك الدائره اللي غادي نديرو الكراميل. وبالنسبه للشكل فتقدروا ديروا الشكل اللي بغيتو، كذلك الحجم اللي عجبكم. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه. المهم حتى نسالي كاع الكميه ديال العجين اللي عندي. وغير واحد الملاحظه، فبالنسبه لذاك العجين اللي كيشيط هكا مع الجوانب، حاولوا انكم ملي تكونوا كتجمعوه ما تدلكوهش يعني بيديكم، فقط تجمعوه غير هكا بالبلاستيك وتخليوه يرتاح حتى كتساليو كاع الكميه ديال العجين ديالكم وكتعاودوا تطلقوه باش يعني الحجم ديالو ما يتقلصش، يعني يبقى الصابلي الحجم ديالو هو هو.
وصافي هنا من بعد ما ساليت كندخلو الفران كتسخنوه مزيان واحد 10 دقايق قبل، ومن بعد كتدخلو الصابلي ديالكم كديروه من الفوق، النار تكون مهيلة بحال الشمعة، كتخليو الصابلي ديالكم يطيب على خاطرو باش يجيكم مقرمش، يعني ما يجيكمش رطب، حتى تشوفوا هكا بدا كيتحمر من التحت، عاد كتشعلوا ليه النار من الفوق أو كتهبطوه لتحت باش يتحمر الوجه ديالو، كنأكد النار تكون بحال الشمعة باش يطيب على خاطرو وما يجيكمش مخطوف. وهنا كيكون هذا هو القوام ديال الكراميل من بعد ما برد، فكما شفتوا كيجي عاقد، كيجي واحد الكراميل اللي ناجح واللذة ما نقولكمش، راه كيجي لذيذ لذيذ بزاف. فغير جربوه، يعني عينيكم مغمضين غير تبعوا المقادير اللي عطيتكم بالضبط وان شاء الله غادي ينجح معكم. فكيتبقى مرخيص كما قلت لكم واحسن من اللي كيتباع بألف مره. دابا غادي ندوزو للمرحلة ديال التزيين. فكيكون هذا هو الشكل ديال الصابلي ديالنا من بعد ما خرج من الفران كما شفتوا، كيجي اللون ديالو غزال، كيجي موحد، وكذلك يعني حتى الشكل ديالو راه كيبقى هو ما كيتقلصش نهائيا، كيجي ناجح 100%. ودابا غادي نبداو نلصقو الحبات ديال الصابلي كل وحده مع اختها. كناخدو هكا الدائره اللي كتكون مبلعه، كنديرو لها الكراميل في الوسط، ومن بعد كناخدو ديك الدائره اللي كتكون فيها هكا الحفره في الوسط وكنوضعوها من الفوق. كيخرج داك الكراميل بحال هكا من الوسط، فكيجي الشكل ديالها زوين وراقي. فواخا يعني هو صابلي اللي بسيط ما فيش مكونات كثيره وكذلك ما فيش كثره القوام، ولكن الشكل ديالو كيجي زوين. واللي ما بغاش يدير الكراميل فيزين بالمربى او ياخذ غير شويه ديال الناباج مع شويه ديال الكليكوز ويضيف لهم النكهه اللي بغا، يديرهم فوق النار حتى كيغلاو قليلا ومن بعد يزين بهم الصابلي. فحتى هكا راه كيجي الصابلي زوين. فيعني كاين بزاف ديال الطرق للتزيين ديال الصابلي. كذلك تقدروا ديروا الكاناش ديال الشكلاط او تستعملوا غير الشكلاط الابيض او الاسود تلصقوا به. فكما كنقول لكم دائما التزيين راه كيبقى حسب الذوق ديالكم وحسب المستطاع ديال كل واحد. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. فراه كيجي واحد الصابلي اللي غزال ورائع في الشكل وكذلك حتى المذاق لذيذ بزاف. اما القوام ديالو فراه كيجي هشيش هشيش لواحد الدرجه كبيره، تيذوب ذوبان في الفم بمعنى الكلمه. فكما شفتوا من الداخل داك الكراميل كيجي فيه بحال هكا، كيجي هائل. داك فلون اللي درنا فيه كيعطيه مذاق ولا اروع. فكنتمنى تجربوه حيت فعلا كيستحق التجربه. كيجي صابلي اللي هائل هائل. فكنتمنى تجربوه، وكما العاده الا جربتوا الوصفه وعجباتكم فما تنساوش تشتركوا معايا وكذلك تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش تخليوا لي واحد لايك، الله يجازيكم بالخير. وكذلك ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني باش نعطي المزيد والمزيد. ونخليكم دابا في رعاية الله حتى الوصفه القادمه بحول الله.